ما نشاهده، ما شاهدناه في الملعب، ما شاهدناه في باريس، ما شاهدناه في الدوحة، ما شاهدناه في كل أنحاء المغرب فعلا، ولا أكثر من هكا. فما فخر. أنا وقت اللي نتحدث على المغرب وشاهدنا المقابلة مع بعض فما فخر كبير. ما شاء الله المغرب عملت مقابلة مونديالية اليوم، مقابلة مونديالية مستوى عالي جدا. حاب تفهم المقابلة؟ قل لي قداش من تصدي عملوا بونو اليوم؟ ولا تصدي ولا تصدي. كرة مدافعين ما شاء الله، خلي حتى كرة تمر. إذا الفريق المغربي الحقيقة اليوم كان فريق مغربي صنديد في مقابلة من حديد. وخليني أنهي بكلمة فقط ونعطي الكلمة للزملاء. ابراهيم دياز 5 مقابلات 5 اهداف. احنا في تونس ما نعرفش نقولوا 5 وخميس 5 وخميس على ابراهيم دياز، بالخمسه في الخمسه 5 وخميس على ابراهيم دياز. وبعد 5 مواجهات وصلت المغرب بهذا الانجاز، بهذا التاثير، بهذا الانتصار المميز المستحق بهدفين ولا اروع يا مسعود. أول شيء ألف مبروك لزميلنا بدر، ألف مبروك للمنتخب المغربي والجماهير المغربية. شفنا مباراة سارت تقريبا في اتجاه واحد، سيطرة تقريبا بالكامل للمغرب، لدرجة أمام المد الهجومي للمنتخب المغربي واستبساله في الدفاع خيل لي وكأن المنتخب الكاميروني لم يأتي إطلاقا. ما كانش رد فعل بعد الهدف الأول والثاني، بعكس المنتخب المغربي اللي كان أداؤه ثابت. أنا ربما قلتها للزميل في الكواليس، كانت أفضل مباراة للمنتخب المغربي من بداية البطولة، من ناحية الأداء، من ناحية رد الفعل، من ناحية الاستماتة، من ناحية الشراسة، من ناحية كل شيء. فمبروك للمنتخب المغربي مرة ثانية وحظ موفق إن شاء الله. وعاطفيا أنت يعني لكن المنطق فرض نفسه. نقول حسن الحظ، ما نقولش لي سوء الحظ، حسن الحظ المنطق. والله أنا حزين لزميلي مسعود لأنني أجلت التأرض ديالهم من المنتخب الكاميروني لوقت آخر. مازال أيام دوار إن شاء الله. أيوة، على الحديث والشيء يذكر ما زال وديما مغرب. نتمنى وهو يرد عليك 1 2 3 فيفا الجيري وصابر اليوم. تعليقك خصوصا امام منتخب كوت ديفوار، لكن جاي بوقت الحديث عن مباراه. خلينا في الفرحه والمغرب ومن وصل وليس لمن انتظر. وضعنا قدما عربيه في الدور نصف النهائي، وهذا هو الشيء الاجمل النهارده. حقيقه انا مش عارف من اين ابدا. كل تفصيله النهارده في المباراه كانت اكثر من رائعه، كل تفصيله جميله. تحتار تتكلم عن ايه ولا عن ايه ولا عن ايه مما قدمه المنتخب المغربي. كانت الترشيحات قبل انطلاقه البطوله كانت تضع المنتخب المغربي في صداره المرشحين بلا منافس للقب. حامت بعض الشكوك حول المنتخب المغربي عطفا على المستويات اللي حدثت في المباراه الافتتاحيه. النهارده عاد المنتخب المغربي في صداره الترشيحات مره اخرى وبشكل اقوى مما كانت عليه قبل انطلاقه البطوله، عطفا على ما قدمه من اداء. انا في رايي الشخصي اداء اسطوري. تخيل الارقام. فتحي بيقول لك انه ياسين بونو كام كوره وصلته، في ارقام كتيره جدا. انت اول ركنيه للمنتخب الكاميروني كانت بعد الدقيقه 70. في المقابل كان اول 5 ركنيات في اول ربع ساعه للمنتخب المغربي. تفاصيل كتيره بتصب في مصلحه المنتخب المغربي. قبل انطلاقه المباراه كان الكل بيقول المنتخب الكاميروني هينجح انه يجر المنتخب المغربي في المباراه بدنيه، ولا المنتخب المغربي هو اللي هينجح يجر الكاميروني في مباراه فنيه. المنتخب المغربي جر الكاميروني الفرحه في كل مكان في المباراتين، حتى في الرباط تفوق. خلينا كمان الرباط. وعن نشاهد هذه الفرحه يجب ان نستمع لها.
لنا الفرحه في كل مكان، و يعني اسمح لنا ان قاطعناك، لكن الفرحه مستحقه يعني. الفرحه النهارده مسموح لك كل شيء، وبكره كمان هيبقى مسموح لك اكتر ان شاء الله. في كل ان شاء الله عايز اقول في كل انجازات العربيه ان شاء الله. ان شاء الله. عايز اقول انه كميه الثنائيات والالتحامات النهارده اللي حسمها المنتخب المغربي لصالحه بلغه الكوره كده زي ما بنقول ركبتهم الماتش. انا اعتقد انه المنتخب الكاميروني نفسه اللعيبه دهشت في ارض الملعب على المستوى البدني الرائع اللي قدمه المنتخب المغربي. كنا متخوفين على المنتخب المغربي بدنيا من قوه المنتخب الكاميروني، لقينا الموضوع مغاير تماما ومعاكس تماما. المنتخب الكاميروني خرج بدنيا من المباراه في اول يمكن بعد شوف بدر بعد بيسجل شوف بدر قاعد يسجل في اول. خلي بالك هو ما غناش اليوم، احنا محتاجين ما غناش اليوم، احنا ديت كده تحسب عليه. يمكن قاعد يكتب الكلمات الحين. لا على الاقل نسمع اطلب منه انت، نسمع منه على الاقل منبت الاحرار مشرق الانوار على الاقل النهارده. يستاهلون المغرب يا بدر، يستاهلوا طبعا. يلا يستاهلون. كبيره للجمهور المغربي، الف مبروك ومبروك لاخونا يلا بدر. ان شاء الله ان شاء الله ونسمع منه ان شاء الله نغنيو معكم. ايش انت منبت الاحرار؟ منبت الاحرار مشرق الانوار على الاقل النهارده يعني. هذه وحيمه دمت منتدى وحيمه. خلاص المغرب تستاهل. تستاهل المغرب كل خير، تستاهل كل خير طبعا. كلماتهم لا لحظه لا بس انت تسجل. انا ملاحظك. انا كنت انا جاي الجمله. لا انا ملاحظك قاعد تسجل انت. انا جاي الجمله انني تخلصت من المغص وسلمته مؤقتا للزميلين مسعود وايضا لصابر. ماذا عن فتحي؟ ماذا عن فتحي؟ لا فتحي المسكين مع الكل. كان اليوم مصاب بمغص هو ايضا، يعني انا شايفه كان يرتجف اكثر مني. شاهد اللي كنت انا ربما على اعصابي اكثر من بدر. شاهد حقيقي ولا شاهد ما شافش حاجه؟ لا يغرش برشا حاجات. برشا حاجات. ما حدش يقول عليهم. شوف مشاري كيف اكدنا جميعا انه كانت مباراه قلب. كانت مباراه قلب بكل المقاييس. ولكي تطاوعك الاقدام لتصنع هذا الاعجاز اللي تكلم عنه فتحي، لابد ان تتكلم القلوب اولا، والقلوب في الواقع تكلمت لان الجرينتا اللي لعب بها المنتخب المغربي كان من الضروري ان يجيل هذه المباراه بالذات ويخرج الاشياء الجميله اللي تخرج عاده من رحم الشك. خلانا المنتخب المغربي في 4 مباريات نقول هل هذا هو المنتخب المغربي؟ هل يلعب بحقيقه امكانياته؟ نعم. لكن لما جاء المباراه فاصله، مباراه مفصليه، مباراه كان يعرف فيها انه المنتخب الكاميروني منتخب خطير جدا، فكان يعي جيدا انه سيلعب مباراه تكتيكيه ومباراه بدنيه. صدقني. وكذلك التلاحم وليد الرقراقي بعد المباراه، يعني لقطه جميله. تعليقك على هذه اللقطه. روح العائله هذه اللي تسيطر على الفريق الوطني. انا اعرف الشيء اللي يمكن نغبط عليه ونهني عليه وليد الرقراقي في مقام اول، انه من اول يوم وضع المجموعه تحت ظله، بمعنى انه وحد بين القلوب وبين ايضا المشاعر، وجعل كل اللاعبين يلعبوا اولا للوطن وايضا للشعار اللي يحملوه على الاقمصه، ويلعبوا ايضا من اجل وليد الرقراقي. هما ايضا تحسسوا أن المدرب وليد الرقراقي كان في بين نار الانتقادات بالنظر إلى رتابة المستوى أحيانا، فلذلك أرادوا أن يقدموا المباراة النموذجية، المباراة التي تعبر عنهم. أعتقد اليوم المغرب قدم المباراة اللي كتقول أنه كان في 80% من المستويات ديالو، وزميلي فتحي قال لك مباراة مونديالية، لأنه استشعر على أن الروح والأداء والسيطرة على المواقف تشبه كثيرا المباريات اللي خاضها الفريق الوطني هنا في قطر. وكلامه صحيح.